عمرك فكرت إن فكرة بسيطة ممكن تغير حياتك؟ تخيل إن في ناس عملوا اختراعات عادية جدا وخدوا بيها ملايين. في الفيديو ده هتعرف أو هنعرف مع بعض أبسط 10 اختراعات خلت أصحابها أغنياء بشكل جنوني. ركز معايا عشان رقم 7 هيبهرك جدا جدا جدا. أول اختراع معانا هو المشبك الورقي. أبسط اختراع في العالم، لكن بيتباع بمليارات حول العالم. مجرد سلك معدني منحني لكن فكرة عبقرية. تاني اختراع وهي النوت بوست، الأوراق اللاصقة. اختراع اتعمل بالغلط ولاصق ضعيف جدا، لكن اتحول لمنتج عالمي في كل مكاتب العالم. تالت اختراع وهي الشماعة، علاقة الملابس. قطعة حديد أو بلاستيك اتشكلت بشكل معين، والاختراع البسيط ده بقى موجود في كل بيت. رابع اختراع وهي عصاية السيلفي. فكرة بسيطة جدا بس غيرت طريقة التصوير للأبد وخلت أصحابها مليونيرات. خامس اختراع وهي الشفاطة أو الماصة. اختراع من الورق أو البلاستيك، لكن اتباع بملايين النسخ في العالم كله. رقم 6 وكلنا عارفينها هي الكوتشينة، أوراق اللعب. لعبة بسيطة جدا لكن تعتبر من أكتر الاختراعات مبيعا في العالم. رقم 7 عصاية البابوسكل، عصاية الآيس كريم، يعني الآيس كريم على عصاية. اختراع بالصدفة لطفل عمره 11 سنة، والفكرة بقت صناعة عالمية. تامن اختراع وهو المشبك البلاستيكي للخبز. بيعمل ايه ده؟ حاجة صغيرة جدا بتقفل بيها كيس العيش، اتعمل منها مليارات النسخ حول العالم. رقم 9 أو الاختراع التاسع وهي الممسحة، أداة تنظيف بسيطة جدا لكن اتباعت برضو بملايين واتسجلت براءة اختراع. 10 حاجة معانا وهي الزلاجة أو الشوبك العادي. أداة قديمة جدا لكن حد فكر يطورها شوية وبقت منتج بيبيع وبيتباع بملايين. اللي اتعلمناه من الفيديو دوت إن الأفكار العادية ممكن تكون كنز لو فكرت تستخدمها بشكل مختلف أو بشكل صحيح. قولولي في التعليقات أي اختراع عجبكم أكتر، ولو عايزين تعرفوا أغرب أماكن سياحية في العالم وأغلى السيارات في العالم، اتفرجوا على الفيديوهات ديت اللي هتلاقوها في الوصف. أماكن هتخليك تقول ده حقيقي، وكمان عربيات هتصدمك. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ومتنساش اللايك، واستعد لمفاجآت أكتر بكتير. سلام.